أنا بقيت خايف وأنا ماشي في الشارع اللي اتربيت فيه. بقيت بعد الأيام اللي فاضلة في عمري وبدعي ربنا أموت مستور. إحنا ما كناش كده. إيه اللي جرى للناس؟ اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لسنة 1944، وتحديدا في حي خان الخليلي. أول ما هتوصل هتفهم على طول إن الأخلاق ما كانتش حبر على ورق. كان الكبير لما يعدي الحارة كلها تتكتم، الشباب يوطوا صوتهم، والقهوة كلها تقف احتراما. ما كانش فيه راجل كبير بيتهان، لأن هيبة الكبير كانت من هيبة البيت كله. وزي ما قال الأديب الكبير نجيب محفوظ في روايته خان الخليلي: أقصى درجات السعادة هو إن إحنا نلاقي اللي يقدرنا. وزمان كان الكبير بيمشي يتحامى في الناس وكل شباب المنطقة ولاده. دلوقتي بقينا نشوف الكبير بيتهان ويتضرب، وتلاقي اللي واقف بيصوره وبيضحك. بس رجعنا لزماننا تاني، ولسه الراجل الكبير بيتمنى بس يوصل بيته في أمان. استنونا في الرحلة اللي جاية، هنروح لزمن لسه فيه أخلاق